السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا وصفة حلوة جدا من وصفات الجلاش، هتعجبكم جدا. طريقتها سهلة قوي، من غير ما نفرد بقى الجلاش ولا نعمل طبقات كده من الزبدة ولا نورق ولا اي حاجة خالص. يعني مجرد ما هتشوفي الوصفة ديت هي بتاخد فعلا 5 دقايق وبتكون جاهزة وبتدخل الفرن. هنعمل لها كمان صوص حلو جدا كده او تشريبة حلوة قوي، هتخلي الجلاش بتاعنا ده مقرمش من بره وطري من جوه. كمان هنعمل لها حشوة اقتصادية كده، ميكس من الجبن كده والخضروات، هتعجبكم جدا. واقول لكم كمان واحنا شغالين مع بعض افكار حلوة جدا لحشوات مختلفة لو انت مش حابة الحشوة دي. بس طبعا لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير وتشتركي معايا في القناه لو اول مره بتشرفيني. زي ما احنا شايفين كده معانا لفه من الجلاش، خدت كده النص بتاعها وزي ما انتم شايفينها كده هي كانت حرفيا بقى لها مده كبيره عندي في الفريزر، وكانت ما تنفعش تتعمل اي حاجه، بس نفعت معايا في الوصفه دي وكانت ممتازه. وعايزه اقول لكم نتيجتها جميله جدا وفعلا ما بتاخدش اي وقت، بتكون سهله وسريعه كده وبتتعمل لو انت مزنوقه في الاكل. فعلا هتكون ديت من الاكلات المنقذه وكمان اقتصاديه وطعمها كمان حلو. خدت اول نص كده من اللفه بتاعتي وابتديت اقطعها زي ما انتم شايفين بالسكينه كده، وقطعت النص التاني من الجلاش، وهسيبه برده جاهز عندي عشان يبقى انا كده عرفت مقدار الجزئين عندي يعني اللي انا احطه تحت في الصينيه والجزء اللي بيبقى معايا فوق. بعد كده بجهز بقى اي صينيه عندي تدخل الفرن، بايركس، صينيه مدوره، اي حاجه عندك تبقى شغاله. بدينا كده بمسحه من الزبده من السمنه اي حاجه يعني عشان ما تلزقش معانا الصينيه، بتكون جاهزه. بيكون طبعا احنا مولعين الفرن بتاعنا في الوقت ده عشان يبقى على درجه حراره موجوده عندنا، عشان هي زي ما قلت لك ما بتاخدش وقت. باخد نص كميه الجلاش اللي انا قطعتها كده وبحطها في الصينيه بتاعتي من تحت. ببتدي ان انا اوزعها كويس جدا علشان تبقى كلها متساويه، ولما اسقيها بالصوص اللي احنا هنعمله لها الخطير ده تكون كلها شاربه كده وتطلع كلها كده جميله مقرمشه من بره وطريه من جوه. بعد ما افردها بقى تقدري تحطي فيها اي نوع من الحشوات اللي انت بتحبيها. انا هنا حطيت مثلا فلفل الوان، فلفل اخضر، احمر، يعني ميكس كده من الخضروات ومن الجبن. انت برضو تقدري تحطي فيها بسطرمه، تقدري تحطي فيها بيف، ممكن تحطي فيها سلامي، ممكن تحطي طبعا لو عندك لحمه مفرومه، لو عندك بواقي من الفراخ اللي هي مثلا قطع كده من الفراخ متبقيه عندك، صدر فرخه ممكن ان انت تقطعيه كده وتشوحيه ببصلايه وتحطيه فيها برضو مع الفلفل، اي فلفل بقى موجود عندك هيبقى حلو جدا. ممكن بقى ميكس من الجبن كده والزعتر والبقدونس بيكون برضو حلو قوي. افكار كتير وبتنفع فيها حشوات كتير. ممكن طبعا ان انت تعمليها كده ساده من غير حشوات خالص وتديها برضو بصوص، تسقيها بالصوص اللي احنا عاملينه ده، تطلع حلوه جدا. وتاكليها بقى جنب جبنه، جنب عسل، جنب اي حاجه. يعني بصوا حلوه جدا وهايله وبتنفع جدا لما يكون عندنا جلاش محتارين نعمل فيه ايه. بتكون من الوصفات الحلوه قوي لاعاده التدوير، او من الوصفات الاقتصاديه والسهله السريعه اللي احنا بنجربها. فان شاء الله النهارده تجربوا الوصفه بتاعتنا النهارده وتعجبكم. وهستنى زي ما بقول لكم ارائكم تحت في الكومنتات، بتعجبني جدا كومنتاتكم. بشكر اي حد بيدخل عندي القناه وبيسيب لي تعليق حلو منه، بكون مبسوطه جدا جدا، وخصوصا اللي جرب الوصفه وكتب لي رايه فيها بكون سعيده جدا. بعد ما قطعنا الخضار بتاعنا اللي انا قلت لكم عليه بقى، اللي هو اي تشكيل الخضار موجود عندك، بنيجي بقى طبعا بعد ما حطينا الجلاش في الصينيه بتاعتنا بننزل عليه بالخضار بتاعنا اللي هو الفلفل اللي احنا قطعناه دوت. بعد كده بنزل عليه بقى عندي لانشون، والنهارده انا هعمل الميكس ده بيكون لايق كله على بعضه كده، يعني اللانشون مع الفلفل الالوان مع الجبنه الرومي. اي جبنه بقى موجوده عندك في الثلاجه او اي بواقي موجوده عندك في الثلاجه تقدري تستخدميها في الوصفه دي وبتكون حلوه جدا. وزي ما بقول لك بتكون موفره، واحنا خصوصا في الوقت ده محتاجين الاكلات اللي هي تكون موفره، اللي تكون سهله وتكون سريعه وتكون كمان ما بتاخدش معانا وقت عشان احنا في ايام امتحانات. بنزل كده باللانشون، قطعته عندي كلهم كده، مقطعهم كده مكعبات. عندك زيتون بقى اخضر، اسمر، اي حاجه اللي انت حباه. حطيت برضو قطع كده من الزيتون. تقدري لو حابه تضيفي بصل تقدري تضيفي اي خضار انت بتحبيه تقدري هنا تضيفيه. عندي بقى بقيه لفه الجلاش بتاعتي ببتدي انزل بيها برضو كده، وببتدي اوزعها كويس قوي في الصينيه زي ما احنا شايفين. يعني بغطي وش الصينيه بتاعتي بالحشوه اللي احنا حطيناها، اللي هي كانت عباره عن لانشون، عن فلفل الوان، عن جبنه رومي. طبعا لو في عندك ميكس جبن تاني عايزه تضيفيها كنت حاطه كمان زيتون. وزي ما بقول لك اي نوع جبن تقدري تعمليها بحشوات كتير زي ما قلت لك في الاول. بعد كده تعالوا نحضر مع بعض الصوص اللي احنا هنسقي بيه صينيه الجلاش بتاعتنا. معانا هنا نص كوبايه كده من الزبده او السمنه، او السمنه على زيت او الزبده على زيت. انا هنا كنت مستخدمه سمنه على زيت. وهاخد معايا كوبايه كده من الحليب. كل الحاجات بدرجه حراره المطبخ، مفيش حاجه سخنه يعني او بارده، يعني هي كلها موجوده عندي بدرجه حراره المطبخ. بنزل بعلبه كده من الزبادي،
هبتدي اقلب كل المكونات دي مع بعض واتاكد كويس قوي ان المكونات كلها اختلطت مع بعض. هنزل ببيضه، ممكن هنا ان انت تقدري تستغني عن البيضه، هنضيف مكانها مكون كده هيديني برضو نفس نتيجه البيضه، بس لو انت حابه تضيفيها بتبقى حلوه. هنا عندي معلقه صغيره كده من الملح، وكمان هحط نص معلقه صغيره كده من الفلفل الاسمر، وهحط كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر. البيكنج باودر هنا بديل البيض، يعني انت ممكن تحطي معلقه كبيره من البيكنج باودر وتستغني عن البيضايه بتاعتك، بتدينا نفس النتيجه. هبتدي بقى اخلط المكونات اللي احنا حطيناها مع بعض، نص كوبايه من الزبده على زيت، او نص كوبايه من السمنه على زيت، على كوبايه من اللبن الحليب، على علبه من الزبادي، على بيضايه، على معلقه صغيره من الملح، على نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، على معلقه صغيره من البيكنج باودر. وبقلب كل الخليط اللي احنا عملناه مع بعض ده، وبنيجي بقى على الصينيه بتاعتنا بنبتدي نشربها كلها كده بالخليط ده، علشان طبعا نتاكد لازم تغطي سطح الصينيه بتاعتنا بالخليط اللي احنا عملناه ده. بعد كده زي ما احنا شايفين ببتدي اضغط بقى بمعلقه بسباتولا باي حاجه ان انا اتاكد ان الصينيه عندي او الجلاش بتاعي شرب كله من التشريبه اللي انا سقيتها له دي. بكون في الوقت ده بقى عندي اي نوع جبن انا حابه احطه، جبنه بقى موتزاريلا، جبنه شيدر، ميكس جبن بتحطيه على الوش. طبعا دي حاجه اختياري، تقدري تدخلي الجلاش كده من غير اجبان عليه ولا اي حاجه، يعني ده لو انت حابه تضيفيه. بحط انا بقى هنا ميكس كده من الجبنه الشيدر على جبنه الموتزاريلا، وحطيت كمان جبنه موتزاريلا لوحدها. وبعد كده كنت مشغله الفرن بتاعي زي ما قلت لك على اعلى درجه حراره موجوده. بحط الصينيه بتاعتي على الرف اللي في النص لحد ما بتستوي معايا، بتاخد لون ذهبي من تحت ومن الاطراف كده، وبكون مشغله عليها الشوايه بقى 5 دقايق كده لحد ما تاخد معايا لون ذهبي. هنا بقى اديها بقى سنه كده من حبه البركه، ده اختياري، تقدري تديها رشه من السمسم، كل الحاجات دي بتديها بصراحه طعم حلو قوي، بتضيف لها كده اضافات مميزه. لو انت حابه تضيفيها تمام، مش حابه تضيفيها خلاص. هنا بعد ما خدت معايا اللون الذهبي الجميل دوت، شغلت عليها الشوايه مجرد يعني وانا واقفه جنبها دقيقتين 3 كده، خدت معايا اللون الذهبي الجميل اللي على الوش ده. خليتها بقى طلعتها لحد ما بردت معايا، وابتديت ان انا اقطعها معاكم كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ مقرمشه من بره وطريه من جوه، بجد تحفه. وعايزه اقول لكم ريحتها كانت قلب المطبخ بصراحه، تحفه ومن الحاجات الجميله جدا، وكانت خفيفه كده ولذيذه. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه، ان شاء الله هتعجبكم وهتقوموا تجربوها ان شاء الله. نعمل مع بعض وصفات اقتصاديه. اكتبوا لي كده تحت في الكومنتات لو حابين نجرب وصفه معينه او نعمل اكلات معينه، اكتبوا لي تحت في التعليقات. شايفين بقى قطعناها كده، وبصوا بقى بتعمل كميه حلوه جدا. شايفين بقى الحشوات بتاعتنا، الحشوه من جوه عامله ازاي، طعمها تحفه بجد. الحشوه دي مميزه قوي وكلها لايقه على بعضها كده. شايفين بقى طبعا هي بردت شويه فالجبنه مش بتمط، بس الجبنه مديها طعم من جوه كده تحفه. يعني وصفه من الوصفات الحلوه قوي اللي هتعجبكم. اتمنى النهارده تكون الوصفه كانت سهله وخفيفه، وقدرت اوصل لكم المعلومه وانتوا تجربوها. واحنا بنحتاج افكار كتير، وبنحتاج ان احنا نجرب ونشوف. فان شاء الله يكون الفيديو كان خفيف عليكم. وطبعا مش عايزه اقول لكم اللي عجبوا الفيديو اعملوا لايك للفيديو وتشيروا القناه علشان القناه تكبر. وبحبكم جدا وبشكركم على تعليقاتكم الجميله، وبشكركم جدا على اي كلمه بتكتبوها لي او اي حاجه حلوه. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.